الصورة الثانية أن يثني عليهم بمنهج الموازنات. يسألوا مثلا من سيد قطب يقول فيه خير وفيه شر، ده مبتدع. ما سيد قطب، سيد قطب أصلا منتهي، ده اللي قال الكلام ده مبتدع. أي يقول له كتاب قيم جدا في مجاله ولكن يعني له أخطاء وأبى الله أن يتم كتابه، مبتدع. ده منهج شنو يا جماعة؟ الموازنات. وهو معنى منهج الموازنات أن يذكر الخير والشر عند المثني عليه، عند المثنى عليه، الدريسني عليه وده بيذكر خير وشر. وهذا المنهج أي الموازنات بدعة في الدين وضلالة ومنكر من القول وزور. لأنه أي مبتدع عنده، أي كافر ذاته عنده خير وعنده شر. إبليس ما رأس الكفار؟ مش رؤوس الطواغيت الخمسة هو إبليس؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، دعا الله، ده خير ولا شر؟ واعترف بربوبية الله، قال ربي، خير ولا شر؟ خير. يعني هل الآن لو سئل المجرم ده والمتلون ده عن إبليس يقول فيه خير وفيه شر؟ ما هو لو بيقول عن أهل البدع فيهم خير وشر، لأنه القاعدة عنده إنه لازم أي صاحب شر نذكر شره وخيره، خلاص إبليس رأس الشر لابد تذكر خيره. شنو؟ فرعون مش قال أنا ربكم الأعلى وكافر وده كله شر؟ رب موسى ولا ما رباه وده خير ولا شر؟ خير. يبقى برضه لما يسألوا عن فرعون يقول فيه خير وفيه شر، لازم، وإلا يتنازل عن هذا المنهج الخبيث. منهج شنو يا جماعة؟ الموازنة. فبقوا ناس محتالين بيحتالوا. ومن صور الثناء أيضا أن يحذر منه أحيانا ويثني عليه أحيانا. تلقى في مجلس عين كده، تلقى ناس سلفيين قاعدين، سيد قطب يقول لك لا أنصح به، بعد 6 شهور تاني يسألون من سيد قطب الهوى يضربه يقول والله عنده حياة كويسة. فتلقى عنده تلون ذاته، مرة يقول وفي مجلس ثاني يثني، في مجلس ثاني يجرح. ده برضه مثني على أهل البدع. ليه يا جماعة؟ لأنه السني واضح كما أن السنة واضحة، ولذلك قال تعالى وأن هذا صراطي. ليه جاءت كلمة هذا في الآية؟ إشارة للقريب الواضح المعلوم. ده هذا صراطي، والصراط أصلا بيكون عديل ما بيكون مكلوج، لكن قال مستقيمة، تاني قال مستقيمة، وقال فاتبعوه. كون ربنا قال ده صراطي أنا معناته نتبع صراط ربنا، لكن تاني جا قال فاتبعوه حقي ودي كفاية، لكن زاد قال فاتبعوه. وبعد ذاك ولا تتبعوا السبل. ليه؟ فتفرق بكم عن سبيله. والموضوع ده شنو؟ ذلكم وصاكم به، وصية ربنا لعلكم تتقون. فيبقى السنة واضحة. عشان كده أي شيخ تلقى بالصباح عنده دين منهج. عبد الحي قام يقول لهم المظاهرات اخرجوا، آخر عهد البشير قبضوه ودوه حتة أنا ما أعرف وين، جابوه المسا قاعد في كرسي أحمر، قال أنا ما قلت لهم والمسجد ليس مكانا للهتاف، أنت اللي قلت لهم اطلعوا قبيل في الجمعة، قبيل الليلة ما امبارح الليلة، وطلعوا بناء على الخطبة ذاتها قاعدة موجودة. فصاحب الحق ما عنده التلون، السلفي ما عنده التلون ده. السلف عنده الحرام حرام والحلال حلال والحق حق والباطل باطل والسنة سنة والبدعة بدعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الوضوح ده في أي خطبة، كان بيبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه زيادة ونستهديه ضعيفة، إلى قوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شو الوضوح ده كيف؟ والأنبياء كلهم واضحين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما في نبي كان شنو؟
بتلون زي شيوخ الإخوان المسلمين والجماعة المجارمة دي، كانوا كلهم واضحين. عشان كده دعوتهم واضحة، وعشان كده دعوتهم باقية. التوحيد عن التوحيد باقي، وهو الأصل وأساس الدين وأساس الملة، لأنه الدين واضح والتوحيد واضح.